وليد ما بقاش ساكت. من بعد الرباح ديال البارح الركراكي نزل بكلاش قاصح للمشككين وحط النقاط على الحروف. 3-0 على زومبيا ما كانتش غير نتيجة، كانت رسالة واضحة لكلشي باللي الحساب كيكون في الاخر. اجيو نفهموا علاش هاد الضغط كان ضروري باش نشوفوا الوجه الحقيقي ديال المنتخب. اول حاجه شفنا البارح منتخب مغاير تماما. الخوف والضغط اللي كان قبل الماتش هو اللي خلى اللاعبين يفيقوا. الركراكي قالها بصراحه، الضغط كيعجبني وحنا عارفين المسؤوليه. شفنا كيفاش ايوب الكعبي وابراهيم دياز تقاتلوا على كل كره. هادشي كيبين باللي ملي كتحط المغاربه تحت الضغط كيعطيو احسن ما عندهم، يعني بلا ما نبقاو نخافوا من النقد حيت هو الوقود اللي كيخرج لنا الجرينتا والروح القتاليه. ثاني حاجة وهي الأهم، مشات ديك العياقة الخاوية ديال النجومية. البارح شفنا فرقة حقيقية ماشي غير أسماء، شفنا التواضع واللعب الجماعي. الركراكي أكد بلي المنتخب عائلة، واللي ما قادرش يتقاتل ويموت على القميص الوطني ما عندوش بلاصة معانا. دوك التصرفات الزايده والنفخه ما بقاتش كتوكل الخبز. الجمهور باغي يشوف رجال في التيران بحال اللي دار الكعبي بديك المقصيه الرائعه، ماشي اللي كيقلب غير يبان في الكاميرا. ثالث نقطة، وليد حقق الهدف الأول، تصدرنا المجموعة وغادي نبقاو نلعبوا في الرباط وقدام جمهورنا. ولكن الركراكي قال جملة خطيرة خاصها تبقى في بال كل واحد فينا. سمعوا مزيان شنو قال. الموسيقيين كيخلصوهم في الاخر ديال الحفلة. يعني مازال ما درنا والو، والفرحة الحقيقية هي من نجيبوا الكاس لبلادنا. دابا سالا وقت اللعب ودخلنا المرحلة خسر تخرج، الغلط ممنوع والتركيز خاصو يكون 100%. في الأخير بانت لينا الطريق، بالضغط وبالتواضع وحب الوطن نقدروا نمشيو بعيد. قولوا لنا في التعليقات واش بان لكم المنتخب تبدل فعلا من بعد هذا الماتش. ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الصوت. ديما مغرب.